سؤال بنسأله جايين ضيوف شو نعمل لهم ضيافة؟ عشان هيك أنا معكم ببرنامج جايين ضيوف، وبكل حلقة حنقدم أفكار للضيافة بطريقة سهلة وبسيطة. عندي هون الزعفران، رح هيك بس أكسره بين إيدي أفتفته شوي، ورح أحطه على الحليب الدافي وأتركه على جنب لحتى تطلع النكهة مع الحليب. هلا عندي هون البيض والفانيلا والسكر، رح أخفقهم مع بعض لحتى الخليط عندي ينفش ويصير عندي بهذا الحجم ويصير لونه فاتح. هلا رح أضيف عندي الزيت النباتي، بضيفه شوي شوي بالتدريج مع استمرار الخفق. عندي هون اللبن اللي هو الزبادي، رح أضيفه أخفق شوي لحتى يمتزج عندي. هون عندي المواد الجافة، الطحين والبيكنج باودر والبيكنج صودا والهيل المطحون، راح اخلطهم كلهم مع بعض. هلا بضيف نص خليط المواد الجافة على خليط الكيك، بخلط لحتى يختفي عندي الطحين. شوفوا عندي كيف صار عندي لون الحليب تنكه بالزعفران. وهلا حطيت خليط الحليب بالزعفران وبرجع بضيف باقي المواد الجافة وبخلطهم، ما ببالغ بالخلط. هيك صار عندي الكيك جاهز، وهذا هو قوام الكيك. شوفوا لونه كيف حلو من الزعفران. أنا محمية الفرن على درجة حرارة 180 لحتى يجهز عندي. هلا عندي هون القالب اللي بدي أخبز فيه الكيك، دهنته بالطحينة، الطحينة السائلة. بعدين عندي هون سمسم، شوفوا محمص تحميص خفيف، ما بحمصه كتير عشان لسه بده يدخل الفرن. وبرشه بخلي كل القالب يتغلف عندي بخليط السمسم والطحينة، وبصب عندي الكيك وبدخله درجة حرارة 180، حياخد عندي 40-45 دقيقة. هلا الصوص اختياري، حطيت المي السخنة مع حبوب الزعفران لياخد عندي لون، حطيت علبة القشطة ونص علبة حليب مكثف محلى وخلطهم مع بعض. ولحتى أعزز اللون زدت هيك رشة من ملون الطعام الأصفر. هذا الصوص عندي رح يكون قوامه سميك، ممكن إنكم تصبوه فوق الكيك وتزينوا فيه، وإذا حابين إنه يكون قوامه أخف تشربوه هيك على الكيك، ممكن تخففوه قد ما أنتوا حابين بالحليب. هلا عندي هون بعد ما خبزت الكيكة طلعتها، شوفوا ما شاء الله شكلها. لنعمل أطيب شاي كرك، حطيت السكر على النار وبس داب عندي معظم الأطراف. هلأ بقلبه لحتى الأطراف ما تنحرق عندي والوسط لسه مو دايب. هلأ بدي يدوب عندي ويتحول عندي لكراميل، بس بدي انتبه ما يصير غامق. شوفوا بدي هذا اللون الأشقر الحلو عشان ما يعطيني طعم مرار. بس داب عندي حصلت على هذا اللون الحلو، بحط لتر من المي المغلية، المي لازم تكون سخنة مغلية. بعدين راح أضيف عندي هون حب الهيل والقرنفل والزعفران و4 من الشاي، وحطيت كمان الهيل البودرة، تركته يغلي لمدة 5 دقايق. بعدين بضيف عندي الحليب المبخر وبتركه كمان 5 دقايق. وهلأ لسر النكهة ليطلع مثل المحلات، حطيت معلقة من بودرة الكريم كراميل. وهلأ هون بعد ما جهز عندي، شوفوا قديش لونه حلو. تركته يرتاح كمان 5 دقايق وبعدين صفيته وحطيته بالدلة للتقديم. هون بس بدي أفرجيكم لونه قديه لونه حلو عن جد، طعمته كأنه جايبينه من برا، كتير كتير طيب. جربوه متأكدة رح يعجبكم. رح فرجيكم الطريقة اللي قدمته فيها. قطعت الكيك، طبعا ممكن تصبوا الصوص عليه، أنا لأنه عندي مش الكل بحب الصوص معاه خليت الصوص عندي على جنب. وإجوا ضيوفي وقدمت لهم الكيك وقدمت لهم شاي الكرك، عن جد كلهم عجبهم والطعمة كانت جدا لذيذة ومتناسقة مع بعض. بتمنى تكون الوصفات عجبتكم واستنوني في الحلقات الجاية. حي الله من يانا وتعنى، الأبواب مفتوحة بكل بيت.